السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات سلمان. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم كيك يومي اللي كيجي رائع بزاف، كيجي خفيف وهشيش بحال القطن وما تشبعوش منه، بمذاق اللي كيكون مميز وكيكون اكثر من رائع. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم وانكم تجربوها. تابعوا معايا المقادير وكذلك طريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه لمكونات الوصفه كنحتاج هنا 3 حبات من البيض يكونوا بحراره المطبخ. بالنسبه للحجم تاع البيض الا كان عندكم الحجم صغير ديروا 4 حبات من البيض مع قبصه من الملح مع كأس إلا ربع من السكر حبيبات. إلا كانت كتعجبكم الحلاوة ضيفوا كأس عنبة من السكر. غادا نخلط مزيان السكر مع البيض حتى ما كيبقاوش ليا نهائيا حبيبات نتاع السكر في الخليط نتاعي. من بعد غادا نضيف كذلك كأس من الزيت النباتية العبار دائما بكاس عنبة اللي السعه نتاعو 100 غرام. هنايا غادا نضيف كذلك كأس من الماء الساخن، يعني ما يكونش دافئ، كأس ساخن من الماء. غادا نخلطو مزيان مع الخليط نتاعي. من بعد هنايا كنضيف كذلك كاس من السكر بنكهة الفانيلا ما يعادل 7 غرام. غادا نضيف كذلك ملعقة كبيرة من الخل. غادا نحاول انني نخلط جميع المكونات جيدا مع بعض. من بعد هنايا في الاخير غادا نضيف الدقيق تدريجيا وحنايا كنخلطو. ضفت الكأس الاول من الدقيق غادا نغربلو وغادا نحاول انني ندخلو مزيان في الخليط نتاعي. من بعد مباشرة غادا نضيف الكأس الثاني من الدقيق دائما العبار بكاس عنبة. غادا نحاول انني نخلطو عاوتاني نغربلو مزيان الدقيق نتاعي. غادا نضيف كذلك كيسين من الخميرة نتاع الحلوى او بيكن باودر ما يعادل 16 غرام. غادا نحاول انني نخلط جميع المكونات جيدا مع بعض. من بعد غادا نضيف كذلك الكأس الثالث من الدقيق. غادا نحاول انني نغربلو حتى هو جيدا. من بعد غادا نخلطو مزيان جميع المكونات جيدا مع بعض حتى كيندمج ليا الدقيق جيدا مع الخليط. وكيكون القوام تاع الخليط نتاعي هكا نوعا ما كيكون ثقيل كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما القوام تاع الكيك نتاعي كيفاش كيكون. هنايا في الاخير غادا نضيف علبه من الياغورت بنكهه نتاع الموز. الا كان عندكم نكهه نتاع الفاني ممكن انكم تضيفوها، انا كنفضل النكهه نتاع الموز. صافي غادا نخلط جميع المكونات جيدا. هنايا علاش ضفنا العلبه نتاع الياغورت في الاخير باش كتكون النكهه نتاع الموز كتكون مركزه في الكيك نتاعي وما كتشبعوش منه الصراحه كيجي رائع بزاف. كنتمنى ان الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب نتاعكم. صافي غادا نحاول انني نخلط مزيان الخليط نتاعي. هانتوما القوام نتاعو ما بقاش هكا ثقيل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادا نحاول انني نخلطو مزيان هكا باش كتخليني ديك العلبه نتاع الياغورت كما شفتوا معايا. صافي من بعد ما كنحسوا بالخليط نتاعي انه اندمج مع بعض غادا نكبو هكا في القالب نتاعي. هنايا عندي القالب نتاع الجرانيت اللي دهنته هكا بشويه نتاع الزبده. صافي غادا نخوي فيه الخليط نتاعي. ضروري انكم هكا تطلعوا اليدين هكا يديكم ملي كتكبوا الخليط باش كتجيكم الكيك مرتفعه. صافي غادا ندخلوها للفران. بالنسبه كما كتعرفوا الجرانيت كياخذ شويه الوقت. هنا خدات ليا نصف ساعه في الفران وهي كطيب. صافي هانتوما الشكل النهائي نتاع الكيك نتاعي كيفاش كيجي. هنايا انا دهنته هكا بشويه نتاع العسل هكا كبيت عليه هكا شويه نتاع العسل. بالنسبه ممكن انكم تقدموها غير هكا راه كتجي رائعه بزاف. غير المذاق نتاع الموز راه كيجي رائع بزاف. وكنتمنى انكم تجربوها هكا لشرب الشاي او شرب القهوه. هنايا غادا نضيف عليه كذلك شويه نتاع الكوك او جوز الهند. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم وانكم تجربوها. وكنتمنى انكم تشجعوني اكثر واكثر باش انني نزيد نقدم هكا الوصفات اللي كيكونوا اقتصاديين وفي متناول الجميع حيت لقيت التفاعل هابط شويه. كنتمنى انكم تشجعوني بتعاليقكم اللي كتحفزني اكثر باش انني نعطي المزيد من الوصفات اللي كيكونوا اقتصاديين وفي متناول الجميع. وشكرا بزاف للناس اللي كيشجعوني والناس اللي كيكتبوا لي التعاليق واخا غير قليبات او نقطه او مهم كتبوا لي هكا تعليق باش نعرفكم نعرف ان الفيديو نال الاعجاب نتاعكم. صافي هانتوما القوام نتاع الكيك نتاعي كيفاش كيكون. راه كيجي هشيش وخفيف
وما تشبعوش منه كما قلت لكم، مع كاس نتاع القهوه او كاس نتاع اتاي هكا يكون مشحر بالشيبه. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم، انكم تجربوها، انكم تبارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب لكي تعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع وصفه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.